السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة دايما يا رب. بصي شايفة طبعا مطبخنا مكركب ازاي. بصي بقى النهاردة كده اول ما نبدأ كده بسم الله والصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام عليه، عشان يومنا كده يكون مطروح بالبركة كده والخير بإذن الله. طبعا بقى يا ست الكل الكلام دوت كان بعد الفجر. تمام، زي ما انت شايفة كده قلبت المطبخ عليه وطي. طبعا كان عندي بقى شوية مواعين وسبتهم ونمت بصراحة يعني. فطبعا قلت لا لما اقوم من النوم وكده هخلص اللي ورايا برضك ما اسيبش ايه حاجة وكده، لاني مش من عادتي ان انا اسيب مواعين اصلا، بس يمكن بس عشان تعبانة شوية وكده. بصي بقى، انت عندك شوية غسيل قومي اغسليها، عندك شوية هدوم عايز تتنشر قومي انشريها، قومي اغسلي مواعينك يا ست الكل. قومي كده تشجعي بيا كده ونشجع بعضينا ونقوم نشوف ايه بيتنا مصلحته عايزة ايه ومصلحة بيتنا دي بالدنيا وما فيها. ما تستنيش حاجة من حد، لاني ما حدش بينفع حد ولا حد هيعمل لك حاجة. انت ايدك بصي ايدك واسنانك في الشقة، انت جوهرة البيت، انت مصدر البيت كله، انت كل حاجة. انت وقعتي بيتك وقع، انت الجوهرة بتاعت البيت والسكر بتاع البيت يا ست الكل. البيت من غيرك ملهوش لازمة من الاخر. بصي بقى كده اول ما نبدأ كده بشوية المواعين، طبعا كان عندي بقى طبعا المواعين ديت بتاعت الغدا، ويلا اللهم صل على سيدنا النبي وعليه افضل الصلاة والسلام عليه. وكمان ايه كوباية بقى الشاي، على كوباية القهوة، على كوبايات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، واليانسون ومش عارفة ايه. يعني بصي كل دقيقتين يخشوا يعملوا حاجة، يعني شايفة كتير قوي كده. بصي بقى طبعا انا خلصت الدنيا هنا زي الفل وعسل عسل عسل عسل. يعني كده تشجعي بيا كده وقومي كده شوفي ايه اللي وراكي. شوية المواعين دول مش شوية صغيرين عشان تبقى واخدة بالك، في حلل دلوقتي هتطلع من تحت الحوض وبصي بهدلة 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 يعني. جبت بقى السلكة بتاعتي، تقولي لي عايزة ليه ما بتغسليش بالليفة؟ مش معظم الاوقات بغسل بالليفة، لاني انا من عشاق السلك، بحس ان السلك بينظف اكتر 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 من الليفة. يعني الليفة ممكن استعملها مثلا في الصيني مثلا في الكوبايات تمام، برضك ما بحسهاش يعني. مش كتير قوي ان انا بجيبها بصراحة يعني. وان هي كمان هي ساعات بتبقى عندي، والله العظيم هي عندي فعلا المرة دي، بس انا مش حباها، انا بحب السلك. جن زمان بقى وكده، ما هما كانوا بيغسلوا بايه؟ كانوا بيغسلوا بالسلك والصابونة المواعين، ما كانش بيغسلوا بالصابون السائل ده. احنا كده اتقدمنا كمان. فبصراحة الصابونة ديت جميلة جدا، يعني بتخلي الألمونيا يبرق، والله العظيم بيبرق كده تشوفي نفسك فيه. فلا حاجة تانية بصراحة. فطبعا بقى احنا كأمي كده احنا بنحب السلك ونحب نغسل بالسلك وكده، علشان خاطر ايه؟ نضمن ان احنا ايه منضفين الدنيا والدنيا زي الفل يعني. فاهماني ازاي؟ زي اهو السلكة والله العظيم اهي بترغي اهي وزي الفل وعسل. قالت لا، ما قالتش لا، الحمد لله، وخلت لي الدنيا زي الفل، وخلت لي مواعيني قشطة تمام. معلش بقى حقكوا عليا على صوت العيال، انا عندي توتة ما بتسكتش، توتة عمالة جنبي دربن 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 كلام ما بتفصلش، ربنا يهديها يا رب. ايوه عارفة ان الكلام عليها. فطبعا بقى حبايب قلبي خدت بقى طبعا اللي في الحوض كله خلصته خلاص يا توتة. وخدت كمان الصواني ديت انا بعشقها يعني، بجد والله العظيم بعشقها يعني. بصي انا عندي واحدة صغيرة متكسرة من الجنب، بس على مين مش هرميك انتي يا روحي يعني. انا من عشاق حاجتي، بعشق حاجتي يا جماعة، انا بحب حاجتي جدا. فبصراحة مرضتش ارميها، فبحبيت انا بحبها، فاهميني ازاي؟
فبس فرحت غسلاهم بقى عشان هم على الحوض وكده، قلت برضو عشان ايه ما يكونش واصل لهم صابون، ما يكونش واصل لهم حاجه مش حلوه ومش الكلام دوت. لا، اول باول كده لمي كل اللي في الحوض بكل حاجته بقى، بالحته كده بتاعت السيراميك من فوق، والدنيا زي الفل. هتشوفي كل ده معاكي في الفيديو. فيديو النهارده ضرب نار يعني. بصي تشجعي يعني هتتشجعي، عاجبك مش عاجبك هتقومي برضو تغسلي مواعينك وتقومي تشوفي اللي وراكي زي ما انت شايفه كده. اغسل بقى، وخلينا الدنيا كلها كانت كلها غسيل. والله العظيم كنت فعلا كنت تعبانه، وكان ضغطي كان واطي خالص، فدخلت نمت شويه وشربت كوبايه القهوه بتاعتي. وبصي لولا مرتحت شويه قلت بصراحه المطبخ كان مكركب بطريقه فظيعه. لا يا توته، فبصراحه قلت لا، قومي يا بنتي بقى كده، كفاياكي تعب وكده. وانا من النوع اللي ما بستسلمش للعيا، وكمان انا لما باجي بستسلم للعيا وخلاص تعبانه بتلاقيني بقعد بالاسبوع يعني. شفتي يعني الدنيا معايا كده حلوه يعني. بس كده بس يا توته. فطبعا بقى غسلت بقى هيت السيراميك قدامكم اهوت. الحوض دوت مضايقني جدا لسه، والله كنت بتكلم مع جوزي فيه وقلت له انا عايزه اغيره، وقال لي خلاص ربنا ييسر الحال كده والدنيا تمام يعني هغيره لك. بس كده. فطبعا بقى الحتت دي طبعا بعد ما خلصت كله ورحت غسلهم غسله محترمه. فطبعا بقى وكده كده ايه، ورحت فاتحه الشباك قلت يعمل لي تهويه. توته اقعدي بقى. فطبعا بقى رحت ظبطت دنيتي كده والدنيا زي الفل. فتحت الشباك برضو يهويلي الدنيا وكده، رغم ان الجو كان تلج على فكره. والله العظيم الجو كان ساقع، بس ما حسيتش بالساعه عشان ايدي في الميه اصلا. فطبعا بقى ادي هطلع بقى الكاسات كلها وهنزلها وهغسلها. وبصي يعني بصي هتتشجعي لو تلاحظي ان انا قايلها لك 100 مره قومي تشجعي كده يا ست الكل، قومي خلصي اللي وراكي يا ست الكل، عشان كده تبقي ايه قاعده ما وريكيش حاجه يعني. ما تضغطيش على نفسك، واحده واحده الدنيا هتخلص. يا توته اللي ينفع اتكلم؟ فواحده واحده. بصي بقى انا دلوقتي اللاسانش بتاع الخشب وكده خلصان من عندي تمام. فرحت عامله ايه، جبت الحته ديت ملديه حطيت عليها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام عليه. حطيت فيها حبه خل تمام كده، ومسحي يا معلم. والله العظيم بيخلي الخشب جميل جدا وبيلمع وزي الفل يعني. انا ساعات زي النهارده كده اللاسانس بتاع الخشب خلصان. فبصراحة رغم ان انا بحبه جدا جدا جدا، بيديني كريحة للخشب جميل جدا. ففهماني ازاي؟ بس ايه خلصان من عندي، فقلت ايه ان انا خلاص يعني مش هعرف اعمل حاجة من غيره. لا جبت واحدة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هي مالها الدنيا متلخبطة معايا ليه؟ المهم ايه جبنا بقى حتة كده ورحنا حتة المطبخ كده ورحنا عصرها كويس جدا 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 وبنقطتين خل، ومشيتها كده على الخشب وكان زي الفل وبيبرق اهو، والدنيا تمام وزي العسل، مفيش حاجة هتقف قدامنا الحمد لله يا رب. بصي كل حاجة عندك انت كده، عندك الخير كله والرزق كله والحلاوة كلها يعني. بصي انت الست ما بيقفش قدامك اي شيء، احنا ما بنقفش قدامنا اي حاجه، والحمد لله يا رب على نعمتك لينا. دي ملك كانت هي بتعمل معايا وكده، قالت لي انا هطلع معاكي، قلت لها خلاص ماشي. كانت سهرانه وقالت لي انا هشتغل معاكي، قلت لها تعالي يا حبيبتي. يا سلام تعالي يا ماما. المهم بعد ما عملت وكده قالت ده انا ظهري وجعني، وايه عملت ضرفتين 2 صغيرين يعني. فتقول لي انا ظهري وجعني، قلت لها عشان هي اصلا مش واخده ان هي تعمل وكده، فاهميني ازاي؟ فقالت ظهري وجعني بقى، انا هقعد. قلت لها انا قلت لك تعالي، انت اللي قلت انا عايزه ومش عارفه ايه. قالت لي يعني انا غلطانه؟ قلت لها انت غلطانه عادي يعني. فطبعا بقى حبايب قلبي بصي بقى هي رستها رسته حلوه قوي 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 قوي.
نزلنا كل ده وغسلناه برضو، خلينا الدنيا زي الفل. وبعد ما غسلناه كده يا سلام يا سلام، ريحة النظافة حلوة برضو يعني. شوفي ريحة النظافة اقسم بالله حلوة. قومي بقى يا ست الكل كده، شوفي ايه مصلحة بيتك واعمليه. ما تقعديش وما تستسلميش للعيا ابدا ابدا، ولا تشغلي بدماغك باي حد ابدا. يعني بصي تعمليش زي خالص، لاني لما شغلت دماغي وان انا ركزت ولا الكلام دوت، ولا ان انا كنت باخد الكلام على اعصابي والكلام ده كله، تعبت يا جماعة. فما تعملوش زي خالص. ارمي كل حاجة ورا ظهرك، ارمي كل حاجة ورا ظهرك، لانك بجد هتحسي ان انت لما تاخدي كل الكلام دوت على نفسك وان انت على اعصابك وكل دوت هتكبري. فاهماني ازاي؟ يعني لا، حاجة وحشة، حاجة وحشة بجد. تركزيش مع حد، خليكي كده في نفسك وفي حياتك، وانت طالما انت مرتاحة في حياتك طز في اي حد، ما حدش يشغلك بشيء. وبصي ما تركزيش معاهم، اللي بيديك الطاقة السلبية ما تركزيش معاهم، ما يستهلكيش بصراحة يعني، ما يستهلوش طيبتك معاهم معانا. ما يستهلوش نقطة مية من عندك، ما يستهلوش اي شيء. فبصي حسبنا الله ونعم الوكيل. بصي بقى يا ست الكل، انا كده خلصت كده ورحت عملت كده المطبخ والدنيا تمام زي الفل. هاتي بقى حبة صابون كده وادعكي كده في الرخامة بتاعت حضرتك. طبعا بقى الرخامة عايزة اجيب لها مفرش، لاني اللزق اللي انا بجيبه دوت ما طلعش حلو خالص، فعايزة اجيب بقى من اللي هو زي اللي هو بتاع العربيات ده واحطه على الرخامة. لزق العربيات دوت بيبقى بيقولوا عليه حمول جدا، وكمان غسيل وتحتية، يعني غسيل وان انا اشيله عادي وان هو ما يقطعش معايا ولا كده يعني. فاهميني ازاي؟ لكن دوت قطع وبصي شكله يقرف يعني. انا بقول لكم اهوت قبل ما تقولوا لي ماشي. فالدنيا تمام ايه. غسلنا بقى البوتاجاز بتاعنا ولعلطناه كده وخليناه يبرق زي ما انت شايفه كده ايه اهوت. لف ودعك على طول كده على طول، بس كده. والله العظيم كان ربنا مديني الصحة الحمد لله يا رب. وخلصت حاجتي على طول. انا اشتغلت بعد الفجر. لا يا ربي، انا نمت وصحيت. ايوه يا جماعة، نمت وصحيت. صحيت على الساعة 2 كده وقمت اخلص اللي ورايا. فلقيت لا، كانت يا دوبك خلصت من هنا ورحت مصلية الفجر وقاعدة يعني. لا مصلية الفجر وقاعدة بس كده. خلصنا كده بوتاجازنا، الدنيا زي الفل، عسل. ادلق بقى شوية كده كنوس الاول، تمام، وادلقي شوية صابون وشوية ديتول. بصي بقى مش هقولك حاجة تانية، مش هقولك حاجة مكلفة خالص. ما عندكش ديتول حبة صابون، ما عندكش صابون عندك ديتول، تمام، كله شغال. كله شغال وربنا. كله بيغسل وكله بيعمل رغوة وكله بيعمل نظافة وكله بيعمل ريحة حلوة وكل حاجة الحمد لله. ادي اهو يا ست الكل. لف ودعك كده ودي كده واديله كده وبصي يعني على الجميل. ادلق مية والله العظيم. بصي قاعدة كده بصي ببلبط في المية كده، ومع الرغاوي القمر ديت مع غسيل بالمقشة، وبصي ومية وادلق وشد وايه يعني من الاخر. اهم شيء يا رب اكون ضيفة خفيفة على قلوبكم، ويا رب اجعل عند حسن ظنكم فيا. بجد ببقى مبسوطة جدا انا بطلع بعمل لكم روتينات حلوة كده وبطلع معاكم يا ست الكل، عشان بجد ببقى محتاجة كلامكم القمر ان انتوا تجبروا بيه بخاطري، لاني فعلا والله محتاجة قوي جبر الخواطر دوت، نعمة من عند ربنا. فارمي كل حاجة ورا ظهرك، ارمي اي حد يقولك كلمة سلبية، طز في اي حد، ملكيش غير نفسك وبيتك وعيالك، وربنا يخليهم لك ويبعد عنهم اي شر واي اذى، امين يا رب العالمين.
ودايما كده انت جوهرة بيتك. واسيبك بقى في رعاية الله.